بص بقى يا معلم، الناس كلها المفروض دلوقتي يعني او اغلبها بيقول لك ان الاهلي كسبان والماتش ده خلصان. الزمالك خد سوبر، الاهلي مش هيخسر ماتشين ورا بعض والكلام ده كله. بس انا احب اقول لك لا، انا شايف ان الزمالك فرصته اعلى ان هو يغلب الاهلي في الماتش ده لسببين. اولهم المدرب. جوميز بيذاكر كولر كويس قوي، وكولر في الماتشين اللي فاتوا باين ان هو بيخترع شويه. تاني نقطه بقى مهمه في تشكيل الاهلي، ان كولر عنده نقطه ضعف مش عايز يحلها، ومش عارف ليه. اي لاعب من فريق الخصم بينزل في الخط اللي بين الدفاع ووسط الملعب بيستلم الكوره وبيعمل هجمه خطيره. دي ثغره كولر مش عارف يحلها، او مش عارف، يعني انا مش عارف مشكلته ايه فيها. لو قدر يحل الثغره دي شكرا مبروك الماتش. لان الزمالك عنده ناصر ماهر وعنده زيزو، لما بينزلوا في الحته دي بيستلموا الكوره، بيعملوا هجمه خطيره، والاثنين لعيبه حريفه. بس في عدم وجود دونجا وعدم وجود مصطفى شلبي، ممكن ناصر ماهر يلعب ناحيه الشمال ناحيه مصطفى شلبي، جوميز يبدا بيه الماتش ويشوف الدنيا هتقول ايه. كولر لو عمل برضه نفس المشكله وحط مروان عطيه واكرم توفيق وامام عاشور كمان ما يبقاش في حالته، 50% من قوه الاهلي ضاعت. التشكيل المتوقع بالنسبه لي لنادي الزمالك: طبعا عواد في حراسه المرمى، قدامه حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، على اليمين محمد شحاته، على الشمال بنتايج. في نص الملعب هيلاعب برضه زياد على الدايره، وهيبقى معاه طبعا عبد الله السعيد، نجم الفريق الفتره اللي فاتت، استلام وتسليم، فتح مساحات، فك ضغط، بيعمل كل حاجه ما شاء الله عليه. ومعاهم ناصر ماهر. على الشمال هيلعب مشلاك. في الهجوم هيبدا برضه بسيف الدين الجزيري، وعلى اليمين هيلعب زيزو. قول لي التشكيل من وجهه نظرك، او التشكيل اللي انت بتتمناه، وان شاء الله الفوز للزمالك. وكل سوبر وانتم طيبين.